سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يجاوبنا عن السؤال ده في حديث يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى. إزاي العبد يفوز بمحبة رب العالمين؟ ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني أحب حاجة تتقرب بها إلى الله هي الفرائض اللي ربنا فرضها علينا، الصلاة، الزكاة، الصوم. الإنسان لما بيكون بيحب حد بيبقى ملتزم في الواجبات اللي عليه تجاهها. هكذا لما يحب ربنا سبحانه وتعالى هيلتزم باللقاء اليومي اللي بيننا وبين الله 5 مرات، يلتزم في انه يصوم الحاجات اللي عليه، يصوم الايام اللي عليه، يصوم رمضان. تكملة الحديث انا عايزة اكتر، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يكمل لنا الحديث ويقول لنا: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. هنا السر بقى، حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. بطبيعة الحال كل ما هتحب حد كل ما انت هتزود في القرب منه. انت محب لله سبحانه وتعالى فطبيعي هتكتر من الحاجات اللي تزود الصلة بينك وبين الله. كلمة النوافل معناها الزيادات على الفرائض، الزيادات في كل الفرائض بقى. كل ما هو زيادة بنسميه نافلة. وبطبيعة الحال كل ما هتحب حد كل ما هتقرب أكتر وهتزيد التواصل بينك وبينه. لو حبيت ربنا سبحانه وتعالى هتزود الصلة اللي بينك وبينه سبحانه وتعالى بالصوم وبالصلاة وبالأداء، الحاجات الزيادة على اللي فرضها ربنا عليك. ربنا عز وجل يجازي الإحسان بالإحسان. هتتقرب إلى الله شبر هيتقرب إليك ذراع، فأنت هتتقرب إلى الله بالنوافل، ربنا هيتقرب إليك أكتر بالمحبة. وهنا بقى يكون سر حب الله سبحانه وتعالى للعبد: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كل ما هتزود القرب الله يزود المحبة. وماذا لو أحبك الله؟ كنت سمعه الذي يسمع به، هتسمع بنور الله، وبصره الذي يبصر به، هتشوف بنور الله، ويده التي يبطش بها، تلمس الأشياء بمعية الله، ورجله التي يمشي بها، هتروح للطرق والأماكن اللي يحبها ربنا. انت أصلا ماشي بنور الله ليك. قبل ما عيني تيجي على الأشياء اللي ممكن نفسي تشتهيها الله سبحانه وتعالى يحققهولي. ما أنا في حتة تاني، أنا ربنا بيحبني، مفيش أحسن من كده. قبل ما تمشي خطوات ناحية الهدف اللي انت عايزه الله عز وجل يحققه لك. فالوصفة السحرية للفوز بمحبة رب العالمين هو الفرائض والزيادة على الفرائض. وكل ما تزود القرب أكتر الله سبحانه وتعالى يزود المحبة أكتر، وانت الفايز وانت الكسبان دنيا وآخرة.